حتى في العقل يعني تبدا تخمم. هذه انسانيه يعني تبدا تتراجع، وهذا ما لاحظناه الشوطين اخوه. وهذا صعب المدرب يتعامل معه، احيانا اللاعب يتراجع من المشكل حتى اللاعبين صعب يتعاملوا، يا اما نهاجم ما نهاجمش، انا متقدم بهدف ندافع احسن من هاجم، ولهذا تراجع اللاعبين خاصه في 20 دقيقه وبعد خروج بايتاش، لان بايتاش هو اللي كان يصنع التفوق العددي هجوميا وفي وسط الميدان. يعني دائما عندما تروح الكره نلقاه يعاود يرجع في وسط الميدان، يعني يدافعوا بثلاثه في الوسط واثنين على الاطراف مثل اندريا وفرحات. ولكن 20 دقيقه حتى في الشوط الثاني ما لاحظنا فرصتين، يعني فرصه نقدر نقول الفرصه الخطيره والوحيده للهلال، فرصه تسديده على الحارس والمخالفه، ولكن ما شفناش فرص اخرى، كانت فرص هكذا عشوائيه يعني للاتحاد. فرصه الهدف اللي كان متسلل، وبعض الفرص اللي ما كانش فيه تعامل معها في اللمسه ما قبل الاخيره. ولكن لاحظنا في وسط الميدان خاصه نقدر نقول اليوم اللاعب اللي كان في الطوب اليوم هو كودري اللي صنع الفارق في وسط الميدان، استرجاعه للكره، صنع اللعب، احتفاظ بالكره، خبرته يعني حتى ولو مع مرور الوقت، خبرته اللي اكتسبها مع المنتخب، الخبره اللي مع السنين في الميادين. نقدر نقول كودري اليوم كان همزه وصل في وسط الميدان، يعني ما بين الدفاع في الافتكاك وفي صنع اللعب في الهجوم. انا عجبتني همزه الوصل، وبهمزه الوصل امر ايضا كابتن محمد مازدا. طبعا الهلال لم يبرز الا في الربع ساعه الاخيره، وكاننا افل هذا الهلال تقريبا 75 دقيقه لم نشاهده، لم يبدا بالتحرك ولم يشعر ربما بقيمه المباراه الا في الربع ساعه الاخيره. أولا نقول مبروك للاتحاد العاصمة تأهل المباراة. نقول له هارد لك ليه في هذه البطولة مباريات كبيرة. يمكن في هذا تحدثنا وقلنا انه النتيجة المنطقية اللي حدثت تتعادل خارج ارضك وان تفوز داخل ارضك. الهلال خسر التأهل من الخرطوم، لكن عاد الهلال اللعب في الشوط الثاني. خسر في الخرطوم صحيح. يوم درمان الخرطوم يعني. تعرف انت لعبت لعبت في درمان، ايام الخرطوم، الحضاره والتاريخ الخرطوم طبعا. يمكن الهلال كما ذكرت عاد للمباراه في الشوط الثاني بالتبديلات اللي حصل. احنا قلنا كان محتاج لجرأه اكثر، يعني دخول اللاعب محمد عبد الرحمن اعطى حيويه لخط الهجوم. دخول نزار كنت اتمنى يكون معه بشه، لكن بشه خرج مصاب ودخل بدله نزار. يمكن تحسن الاداء في وسط الهلال، استطاعوا برغم انهم لم يكن في حالتهم العاليه مستواهم العالي، لكن استطاعوا ان يبنوا بعض الهجمات. يمكن هذه هي اللي ادت لتراجع فريق الاتحاد. يعني الاتحاد يعني الاندفاع لم يكن من مصلحته، حافظ على توازنه في الدفاع الهجومي وقدر ان يحافظ على النتيجه التي احرزها في الخرطوم. لكن نقول الهلال عاد للمباراه في الشوط الثاني. يعني مثل هذه المباريات تحتاج لتركيز كبير، محتاج لحضور ذهني كبير جدا، محتاج لاداء احسن المستويات اللي عندك من لاعبينك. هذا لم يحدث في هذه المباراه. يمكن لهذا صارت هذه المباراه فريق يحافظ على النتيجه احرزها في الخرطوم، وفريق يحاول ان يؤدي يصل لمستواه. يمكن في اخر ربع ساعه تحرك الهلال، خلق فرص، شفنا كورنرات للهلال عدد من الضربات الركنيه، شفنا تهديفه قويه من عبد اللطيف بوي ومتابعه كانت من جزولي حتى لما دخل كان في رايي انه كان دخوله افضل مما كان موجود كيبلي لو بدا في هذه المباراه. لكن نقول هاردك الهلال عمل لاحراز نتيجه طيبه في مباراه الرد، عمل للاصعب، لكن تحسن اداؤه وخرج بنتيجه منطقيه للتعادل في ده. لكن كسب الكثير من مشواره هذا، وان شاء الله يعاود بعناصره الجديده في المواسم القادمه بخبره اكثر في هذه البطوله ان شاء الله. بالنسبه للانديه العربيه والمنتخبات العربيه في المحافل الافريقيه والدوليه، بالطبع اتحاد العاصمه تاهل للمباراه النهائيه. الطرف العربي موجود، نتمنى يكون الطرف العربي اخر غدا ان شاء الله في مباراه مازيمبي والمريخ السوداني. الان نتحول الى ملعب عمر حمادي في بلوغين مع زميل حسين بوصالح، ويقف الى جانبه كل من اللاعب الذي اشاد به رفيق صيفي وهو كودري وايضا بن خماسه. اليك حسين. نعم، اذا زميلي خالد، اذا تاهل تاريخي لاتحاد الجزائر الذي حقق مسار كبير. اذا معنا الان حمزه كودري
اليوم الاتحاد يخطو خطوة كبيرة في التاريخ، يتأهل ويصنع ما لم يصنعه في 2003 عندما لم يتأهل للدور النهائي. الحمد لله يعني تأهلنا الدور النهائي يعني للمرة الأولى في تاريخ الفريق. أظن هذا شيء جميل. يعني أبسط هدية يعني نقدموها للأنصار تاعنا اللي ساندونا يعني في المواسم الأخيرة. الحمد لله نظن المجموعة ما قصرش، يعني دارت مشوار كبير. الحمد لله المشوار هذا يعني كل اللي يعني بالتأهل للنهائي. إن شاء الله مازلنا يعني مقابلة النهائي نزيدوا نركزوا كثير ونخدموا يعني باش نفوزوا يعني باللقب. شكرا جزيلا لك حمزة كودري. بن خباسة، المقابلة اليوم أديتموها مقابلة تسيير المقابلة بعدما عدتم بفوز مهم من السودان، أكسبكم اليوم التأهل التاريخي إلى رابطة القدم. الحمد لله على التأهل هذا تاع اليوم اللي ما جاش بالأمر السهل. احنا نقول لك باللي ضمننا نقول 60% في مباراة الذهاب اللي كانت مباراة صعبة. الحمد لله اليوم عرفنا كيف نسيروا مجريات المباراة وين خلقنا عدة فرص. الحمد لله ما تمكناش من الفوز، لكن حققنا التأهل وهذا هو الأهم. نهائي مهم ينتظركم الآن. نعم نهائي كبير ينتظرنا وهذا حلم أي لاعب. ان شاء الله احنا درك عندنا مباريات البطوله ان شاء الله اللي نحضروا لها باش نحضروا المواجهات على النهائي الجيد ان شاء الله. بالتوفيق بن خماسة لاعب اتحاد الجزائر. سوف نحاول ايضا التقرب بعد قليل من مدرب اتحاد الجزائر او احد اعضاء اتحاد الجزائر لموفقهم حول ردود الفعل حول هذا التاهل التاريخي لاتحاد الجزائر. عوده لك زميلي خالد. شكرا لك حسين. وبالطبع هذا التأهل مهم بالنسبة لاتحاد العاصمة لأنه يعلن أيضا مرحلة جديدة لفريق العاصمة، ولكن كل مؤشرات كابتن محمد صلاح بوكريشة بعد الشوط الأول كانت توحي بأن المباراة لن تفلت من أيدي الفريق الجزائري. دي حقيقة فعلا. يمكن التركيز الذهني والنفسي للمباراة من ميلود حمدي اللي لعبته كان في تفوق واضح عن فريق الهلال السوداني. الهلال اخذ وقت عشان يخش في المباراه. كان يفكر في مباراه الخرطوم. لا كان بياخد وقت في استرجاع اعداده للماتش وده اللي اثر على مستواه. لكن احنا متفقين تماما ان في الاستوديو واحنا بنتكلم قبل الماتش ان 70% من نتيجه الماتش الاولاني هي كانت ان النتيجه مؤثره على اداء الفريق بتاع الهلال السوداني. لكن ما فيش شك كان في النهارده روح قتاليه عاليه جدا، كان في قلب كبير من فرقه اتحاد الجزائر، كان في قوه وانقضاض في افتكاك الكوره، ضغط جماعي، بيلعبوا بحماس زايد مأثر على المستوى الفني بتاعهم اللي ممكن تقول ان هم بيلعبوا مثلا في كل جانب من اجناب الملعب بضغط جماعي، نتيجه ان عندهم روح وحماس طبيعيين جدا، نتيجه الروح القتاليه اللي كان بيتكلم عليها والتجهيز النفسي اللي كان بيتكلم عليه ميلود حمدي، ان هو بيقول ان مفيش نتيجه ماتش احنا بنلعب عليها. يعني انا بلعب نتيجه الماتش ده 0-0 بالنسبه لي ومهيئ لعيبتي. هي مباراه قائمه بذاتها بالظبط، ومستغل كده الروح والحماس بتاع الجماهير لوصول لمباراه نهائيه تاريخيه بالنسبه لاتحاد الجزائر. انا بعتقد ان النهارده الروح والقلب اللي لعب بيها اتحاد الجزائر هي السبب الرئيسي في ان هو يوصل للمباراه النهائيه. بنبارك له طبعا وحظ اوفر للهلال السوداني. كنا نتمنى ان الفرقتين يكونوا في النهائي، لكن هي دي حال الكوره، لان مفيش شك الفرقتين قدموا مباراه امتعونا كلهم في دور الثمانيه، لكن الاوفر حظا وهو الاتحاد العاصمه واللي تعب فعلا في ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في الماتش الاولاني، هو اللي قدر يوصل للمباراه النهائيه نتيجه للمكسب المستحق في التنظيم. تشعر كابتن محمد مصدر بان اتحاد العاصمه له شخصيه، ايش عنده دخل المباراه ويعرف امكانيه، يعرف قوته، ويعرف ان هذه الكاس ممكن ان يذهب فيها بعيدا. عكس الهلال تشعر بنوع من النمطيه في الاداء، نوع من الخجل، وكان لا زال اللاعبون لم يستوعبوا بعد انهم في الدور نصف النهائي، وكانهم ان هذا الهلال وصل مرتين الى المباراه النهائيه، كان هذا الجيل لا يعرف ذلك الكثير القديم. فعلا طبعا كمان التاثير بتاع التبديل كثير في اللاعبين اللي ادوا المباراه. يمكن نص خط دفاع جديد، حتى اللاعب هو لم يكن متوازن، لم يكن مضطرب، كانوتيه يعني كثير من التمريرات كان خطر على الهلال اكثر من تركز على النقطه قبل بدايه المباراه. الدقه في التمرير يجب ان تكون حاسمه ويكون لديها دعنا نقول مكانه خاصه، وقد تكون او عامل فيصل في هذه المباراه.
تكررت هذه الاخطاء. نعم، لأنها تدخل في التمرير معناتها أنت الفريق في كامل تركيزه ويأتي المباراة ويستفيد منها. يعني تعرف قوة فريق الاتحاد التي برزوا بشخصية كبيرة في داخل استاد الهلال. نعم. استطاع أن يفرض شخصية قوة ويكسب النتيجة. لهذا كان المطلوب من الهلال تركيز أكثر، هذا الدقة في تمرير صناعة الهجمات، أن يكون اللاعبين في أحسن حالاتهم، تفادي أخطاء المباراة الأولى. يمكن ده أخذ من الهلال وقت طويل، يعني حتى الشوط الثاني لم يستطع أن يعود إلى جو المباراة. كان أيضا تحتاج جرأة أكثر من الجهاز الفني في تبديلات. نعم. على خط الهجوم بالذات، يعني بدل أندرزين وكيبي وخلافه مجربين كثير. يعني لو نزل محمد عبد الرحمن من البداية ولا صلاح الجزولي ولا نزال من البداية، دماء جديدة. دماء جديدة، نعم، روح جديدة، يعني يحتاج الهلال لصناعة الفارق يعني في وسط الملعب، لأن المباراة كانت أصلا هي مباراة خط وسط. لأن نعم. فريق الاتحاد يمتاز بخط وسط قوي في صناعة الليل، في تخليص الكرات، في بناء الهجمات المعاكسة. فيمكن التبديلات أظهرت أن الهلال يمكن كان أن يؤدي بشكل أفضل لو بدأ المباراة بمغامرة قليلا. غامر في خط الدفاع، لانه خط الدفاع كان فيه اخطاء كثيره، لكن زادت الاخطاء ايضا بالعنصر اللي شارك. نزار يعني بسبب وجوده خارج ادى مباراه سيئه في الخرطوم، نعم، لكن نزار من اللاعبين الممتازين مفاتيح الليل بالنسبه للهلال في هذه البطوله. احرز اهداف، بنى لعب كثير، يمكن كان محتاج لمعالجه نفسيه اكثر مما تتركه في خارج في دكه البدلاء، لانه بامكانياته لا يوجد بديل له. يعني وواضح انه لما جاء منفعل اكثر، لكن كان ممكن يؤدي، عنده قوه بدنيه، عنده فكر جميل في الاداء. طبعا هذه التبديلات تغييرات التبديلات مثل ما قلت خالد، التبديلات هي اللي صنعت الفرق. صحيح عندما تكون عندك مباراه ثانيه، يعني عندك شوط اول في الفوندرمان، والشوط الثاني الشوط الثاني في الخرطوم، والشوط الثاني في الجزائر. الشوط الاول والشوط الثاني في الجزائر، لكن باش تقوم بتغييرات مثل هذه تقريبا 4 ولا 5 خاصه. التغيير الاول مهم هو في محور الدفاع، ونعرف ان في الدفاع الاحسن تبقي على نفس اللاعبين، يعني للانسجام لكل شيء، وخاصه تلعب باللغه. وعندما زياده على وسط الميدان، عندما تعمل فرق ما بين نيلسون ونزار، فيه فرق، يعني واحد يلعب فنيات، عنده مهارات فنيه احسن من الاخر اكثر في الالتحامات، اكثر في الدفاع، في الاحتكاك. احنا قلنا بان ربما يبحث عن الالتحامات. شعر المدرب ان ربما هناك شيء كان ينقصه في الخرطوم، لذلك حتى ولو الشيء اللي ينقصك في الجزائر على ملعب بولوغين هو صناعه اللعب، يعني اللعب السريع. احنا لاحظنا اليوم الفريق الهلالي، استغربت يعني وجه اخر للفريق الهلالي شفناه في السودان، وجه متغير يعني، حتى ولو في صنع اللعب. صحيح ان في بعض الاحيان شفناه عده مرات في المباراه ما يقدروش، يعني السرعه في صنع اللعب، سرعه في التحويل، يعني ولكن انا اتحول الى محمد صلاح، يعرف ذلك. انت لاعب فني ولاعب فني مهاري، قيمه ان تلعب في ملعب كرسي طبيعي. هذا يعوق كثير عشب الصناعات بالنسبه للاعبين الهلال او المريخ او المنتخب السوداني يريد ان يلعب كرات، انت تحرج الكره. ايضا صغر الملعب، انت متعود ان تلعب في ملعب يعطيك المساحه لكي تلعب كرات عاليه. اليوم ربما الهلال وجد هذه الصعوبه في هذين العاملين. خالد اسمح لي، السودان متعودين الهلال يلعبوا في ملاعب اصطناعي، عشب اصطناعي في السودان، يعني كان عده ملاعب تقريبا 5 يلعبوا الدوري في عدد من الملاعب، لكن الملعب ياخذ مساحه كبيره، مش هذه المساحه ضيقه. هذه المساحه هذه شيء اخر. حينما تمرر وانت تعودت ان تمرر على 30 متر ولتجد بان الملعب قصير او صغير، لا يمكن ان تمرر، لا يمكن ان تقوم بما تعودت ان تقوم به. دي حقيقه. ممكن التنظيم الدفاعي لاتحاد الجزائر النهارده مساعد كتير على تبديل المساحات على لعيبه الهلال اللي محتاجه دايما مساحات للانطلاق. مدثر كاريكا، كيبي، اندرزينهو، نزار حامد لما نزل، بشا، اللعيبه دي كلها محتاجه مساحات عشان تقدر تنطلق فيها. صغر وتضييق الملعب عليهم وصغر المساحات اللي كان بيلعب عليها النهارده اتحاد العاصمه احد نجاحاته النهارده في ان هم يكسبوا المباراه، بالاضافه ان دايما كان في احتكاكات قويه في الالتحامات اللي كانت موجوده كلها لصالح اتحاد العاصمه. تضييق